تخيل كده، لا قدر الله تصحى في يوم تلاقي كل حاجة راحت. فلوسك، شغلك، صحتك. لا قدر الله يعني، بس يعني بقولك عشان تتصور حجم الابتلاء قد ايه. لا، وفوق كل ده الناس كلها تبعد عنك. او ده كان حال سيدنا ايوب عليه السلام. سيدنا ايوب كان غني، كان عنده اولاد، كانت صحته كويسة، وفجأة ربنا عز وجل ابتلاه وفقد كل الحاجات دي. فقد ماله، فقد ولاده وصحته، وقعد سنين كتيرة خالص مريض. فالناس بدأت تبعد عنه، مفضلش معاه غير زوجته بس. سنين من المرض والتعب والمعاناة. طيب، هو قال ايه؟ هل قال يا رب انا تعبت، ولا يا رب اشفيني، ولا يا رب رجع لي فلوسي والناس اللي كانوا حواليا؟ هو قال دعاء واحد بس، دعاء قصير بس سره عجيب جدا. قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني يا رب أنا أصابني الأذى ولكنك أنت الرحيم يا رب. فهو ما طلبش الشفاء كده صراحة، ولا قال يا رب اشفيني، وقال له يا رب أنت أرحم الراحمين. كأنه بيقول يا رب أنا مش هطلب، لكن رحمتك هتختار لي الأحسن ليا. فيجي الجواب بعدها من ربنا عز وجل: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. يعني ربنا شفاه ورجع له أهله وعوضه أحسن من الأول. طيب إحنا ممكن نتعلم إيه من القصة دي؟ إن في وقت الابتلاء بلاش نيأس. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نقولها لما لا قدر الله نكون في مرض، نكون تعبانين، نكون في مشكلة كبيرة، نكون صابرين بقالنا فترة وخلاص مش قادرين ومش مستحملين. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا لما بيحب العبد بيبتليه ويختبر صبره. خلينا دايما فاكرين إن البلاء مش معناه إن ربنا غضبان علينا ولا إن ربنا بيكرهنا. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بيقول إن عظم الأجر مع عظم البلاء. يعني كل البلاء ما يكون كبير، كل ما يكون الأجر والثواب على الصبر هيكون أكبر. ودي كانت الحلقة الثالثة من سلسلة أدعي بإيه. فاستأذنك لو فكرة السلسلة عجبتك تشترك في القناة، تبعت الفيديو لحد من صحابك أو حبايبك، لعله وعسى يتعلم إن هو يدعي ربنا ويكون ليك ولي الأجر والثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. نتقابل بإذن الله في الحلقة اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله.